السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة بقى جاية وجايبه لكم معايا الفطيرة التركية. يعني اسهل حاجة كده حلوة ممكن تعمليها في دقايق بسيطة. بصي بقى جمالها. وكمان مش هتضطري بقى ان انت تدهني الفطيرة بتاعتك ورقة ورقة. بس قبل ما نبدأ بقى الوصفة بتاعتنا زي ما احنا متعودين، يا ريت لو اول مرة تشوفي قناتي لايك حلو كده منك واشتراك تشجيعا للقناة. هنجيب بقى ورق الجلاش بتاعنا الجاهز او ورق البقلاوة حسب ما تسميه عندك في بلدك. استخدمت النهاردة حوالي كيلو الا ربع، يعني 750 جرام. هاخد بقى كل ورقتين بالشكل ده، وابتدي ان انا اعمل فيهم كشكشة كده، او هتعمليهم زي المروحة بتاعت زمان. يعني فاكرة بقى ايام زمان واحنا صغيرين كده لما كنا بنعمل المراوح ونلعب بيها؟ هي دي الفكرة بتاعتها النهاردة. هاخد ورقتين وهقسمهم برضو بالنص كده، وهبتدي ان انا اعمل لها كسر. يعني حبيت اوريك الطريقة دي اسهل، وكمان هتديكي في وقت قصير هتديكي النتيجة اللي احنا عاوزينها. هنجيب الورقة طبقتين فوق بعض وهقسمها من النص، وهبتدي ان انا اعمل لها الكسر. يعني بطلع واحدة فوق وبنزل واحدة تحت. الطريقة سهلة خالص وبسيطة مفيش فيها اي حاجة. بنقسم الورقتين من النص بالشكل ده. عملتها لك من زاوية تانية، يعني بسيطة جدا مفيش فيها اي شغل. هي فكرة بس. هنعمل اخر واحدة. تقدري بقى تحطيها في قلب الصينية بتاعتك. صينية هندهنها دهنة كده من السمنة علشان نثبت الورق اللي احنا عملناه. احنا لسه ما حطيناش ليها اي مادة دهنية لحد دلوقتي. وهرصها بالشكل ده لحد ما اخلص كمية الورق كلها. هنجيب بقى السمنة بتاعتنا، يفضل بقى تكون سمنة حيواني، هتديكي طعم احسن. بس تقدري تعمليها بالمتوفر عندك. هننزل بقى كمية السمنة كده. السمنة يدوبك دوبناها بس على النار، يعني مش هتكون سخنة. كمية السمنة اللي انت هتحطيها هي اللي هتنجح معاكي الصينية بتاعتنا النهاردة. يعني عاوزين نحط لها كده كمية حلوة، ولو فاضت بعد التسوية اي كمية من السمنة بتصفيها. بس هي دي الطريقة المظبوطة اللي تعملي بيها الفطيرة بتاعتنا النهاردة. سخنا الفرن على درجة حرارة 190 وحطيناها كده في الرف اللي في النص. معايا كوباية لبن حطيت عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهركنها دلوقتي على جنب لحد ما الصينية بتاعتنا تطلع. هطلع الصينية طبعا هتكون مستوية تماما، والوش بتاعها احمر كده زي ما انت شايفاه. دلوقتي بقى هسقيها باللبن اللي انا حطيت عليه بيكنج باودر، وهدخلها الفرن حوالي 5 دقايق بس. عاوزاها كده تشد كده وتتشمع، وهتطلع بالشكل ده. بصي بقى الطراوة بتاعتها. معانا بقى شربات تقيل بارد، والشربات بتحطيه برضو حسب الرغبة. يعني لو حباها مسكرة قوي بتزودي كمية الشربات اللي انت بتحطيها. هسيبها بقى لحد لما تبرد تماما. بنسقي الصينية بتاعتنا وهي لسه طالعة من الفرن، والشربات بيكون تقيل بارد، وبتسيبيها لما تهدى تماما. دلوقتي بقى هنزينها. اي بقى مكسرات متوفرة عندك تقدري تحطيها. لو حابة ترشي عليها سكر بودر برضو بيديها شكل حلو. لو حابة تاكليها كده سادة برضو طعمها بيكون جميل جدا. قربي بقى كده وشوفي الشكل بتاعها وجماله. يعني كده عملناها بكل بساطة وسهولة. يا ريت بقى لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تحط اللايك. تعالي بقى كده نقطع حتة كده ونشوفها. يعني مقرمشة من بره كده وطرية من جوه.
طعمها جميل جدا، طلعت معايا كمية، يعني عملت معايا صينية كبيرة. اتمنى بقى ان انت تجربيها وتكتبي لي رأيك في التعليقات. يعني القطعة قطعة كده جميلة ما شاء الله. اما بقى القطعة دي انا هاخدها كده واقعد على جنب. خلصنا كده خلاص وصفتنا. ان شاء الله كل المقادير هسيبها لك في صندوق الوصف، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.